انا بشوف ان اي حد يلا يا جماعه انا اتعلمت مهاره، يلا يا جماعه انا عايز ابقى فريلانسر. اصل الفريلانسرز دول بيجيبوا فلوس بالدولار. كنت ببص للمدير انت عامل حوارات ايه؟ انت عامل ايه؟ مش الموضوع مش مستاهل. حته الامان الوظيفي أوكي. برضه بتبقى حلوه ساعات يعني. يعني اوقات الصراحه بتبقى حلوه. تبقى حلوه على طول. دي انت ممكن 100 واحد يكلموك في الاخر تتفق مع واحد بس. اي حد يقول لك شغف البابو هو اللي بيصرف عليه. حقيقة. بالظبط دي حقيقه. لا خلاص الحمد لله انا كده زي الفل. تمام مرضيه. كمرت يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير ودايما كده بخير. النهارده احنا مش عاملين حلقه بودكاست، مش عاملين غير قعده صحاب. هنتكلم شويه عن الشغل، هنعرف شويه معلومات كده عن الشغل وطبيعه الشغل بتاعنا وايه اللي احنا بنقدمه كمجموعه شباب. هنتكلم برضه عن الشغل في السوق المصري، ممكن الفرق بينه وبين الشغل في السوق الخليجي. هنتكلم شويه عن الديجيتال ماركتنج والسوشيال ميديا. فالنهارده معانا اتنين يمكن من اعز صحابي، هم مش صحابي طبعا، هم اخواتي. فخليكم كده معانا وان شاء الله الفيديو ده يبقى كويس لناس كتير. فاحب اقدم لكم محمد منتصر. حركتني بكرم اخلاقك. ايش منتصر؟ واحمد امان. اخويا كبير. طيب قول لنا منتصر كده، يعني نبذه سريعه كده عن محمد منتصر. انا محمد منتصر، عندي 25 سنه، شغال في الماركتنج بقالي 6 سنين. بدات بقى من تصوير، مونتاج، اديتنج. دخلت شويه في صناعه المحتوى ده، يعني كونتنت شويه. ده لغايه دلوقتي. لحد حلو ما فتحت شركه صغيره كده، جين زي ماركت ايجنسي. دي هنجلها. طيب احمد. احمد عماد، انا شغال في السوشيال ميديا والكونتنت كريشن عامه بقالي 5 سنين تقريبا. بدات برضه فريلانسنج، بس كل حاجه كانت سوشيال ميديا سبيشالست، سواء استراتيجي، براندنج، حلو قوي. الميديا باينج، كل ده لغايه الحاجات دلوقتي. دي لغايه دلوقتي. حلو جدا. واخر سنه كنت شغال في المجال ده بس في الامارات مش في مصر. حلو قوي. ده قعدت فيه حوالي قد ايه في الامارات؟ سنه. قعدت سنه. طيب لو قلنا منتصر بالظبط، يعني انت قلت بدات المجال ده من حوالي 6 سنين، ده حلو جدا. طيب انت بداته اصلا ازاي؟ يعني فكرت ان انت تخش مثلا شركه، بدات فريلانس، الموضوع جه معاك ازاي؟ جه معايا من اول الكليه. في حاجه كده بقولها لاي حد لسه في كليه، لما يجي يقول لي ابدا ازاي ولا اعمل ايه، ان عندكم كنز في اي كليه اسمه الستودنت اكتيفيتي. دي بتكون بدايه لاي حد عاوز يبدا في اي مجال. النشاطات بشكل عام. النشاطات الطلابيه كلها، اذا كان ماركتنج، سيلز، تشتغل بي ار، ازاي تنزل تتعامل مع الناس، ازاي تعمل ايفنتات. ده انت بادئ الموضوع من بدري. كنت عندي 19 سنه. حلو قوي. فادعكت شويه في الحته دي، لحد ما لقيت نفسي في جزء التصوير. كان معايا تليفون صغير كده، بدات اصور بيه، وبدات عاوز اشتري لابتوب، فجبت لابتوب. بعدين نزلت. اعتقد ان بتبقى بدايه اي حد، يعني ان انت تبدا بالحاجه اللي معاك على طول. هو كان معايا تليفون صغير كده، كنت ببدا اصور بيه حاجات. نوكيا ان 70. تقريبا كده. كان ريلمي او اوبو. كان اوبو. حلو. كنت بتطلع بيه شغل. كنا بنطلع بيه شغل على قد الفتره، او على قد مظبوط. الشغل. كان كلها حاجات يعني في الكليه، في بيننا وبين حلو أوي. صحابنا. بس هي دي اللي حطتنا على اول الطريق، اللي انا عاوز بقى اعمل فيديوهات. انت من هنا عرفت اصلا ان انا خلاص انا دي الواي بتاعتي وده الطريق بتاعي، ده انا مش قوي برضه، انت بتخبط. انت عندك أوكي. 19 سنه او 20 لسه مش عارف سنه، اي حاجه. انت بتخبط. انت كده كده الكليه بتاعتك هي الاساسي. لحد ايه، انت دي حاجات جنبها كده بتخبط فيها. انت عاوز تلعب هنا، تجرب هنا. بنجيب بالمصروف. سوفت سكيل. بالظبط. سوفت سكيل جنب اللي انت بتعمله. اوكي. احمد، ايه الموضوع جه معاك ازاي واشمعنى السوشيال ميديا انا كنت خريج تجاره اصلا. خلصت الكليه دخلت الجيش، قعدت في الجيش سنه. بعد ما خرجت من الجيش قعدت اشتغل شويه كول سنتر حلو. مع اتصالات في القاهره. وبعد كده في خلال الفتره دي لحد ما انا شغال مع اتصالات، كنت اصلا عندنا البيزنس بتاعنا كنا شغالين عليه. كنت بعمل له انا بقى كل حاجه يعتبر. كان لسه موضوع الصفحات والسوشيال ميديا لسه برضه ما كانش منتشر قوي زي دلوقتي. الديجيتال ماركتنج نفسه ما كانش حاجه مفهومه زي ما الناس شغاله فيها دلوقتي. فقعدت الفتره دي اخبط بقى البيج، بقى انزل فيديوهات، صور بتاع كده يعني. حلو قعدت أوي. اخبط كده، وكام حد من اصحابي مثلا كنت بمسك له البيج بتاعه، اعمل له شويه صور شويه. كل ده نقدر نقول ان هو برضو كان في بدايه العشرينات الى حد ما. وبعد كده وانا شغال مع اتصالات بقى قررت ان انا لازم اخد الموضوع بشكل بروفيشنال، لما الموضوع بدا يبقى منتشر والناس سوشيال كلها ميديا بقى، والسوشيال ميديا عارفاه. بقى ليها اتعرفت افكت. بقى ليها افكت، بقى في الناس بيجيبوا منها فلوس، بيكسبوا منها. فاضطريت ان انا بقى لازم اخد الموضوع بشكل بروفيشنال. بدات اخد كورسات ودبلومه وكده لحد ما اشتغلت فيه. حلو قوي. فكان اول شغل ليا فيه كان في ايجنسي في المنصوره، كانت شغاله سوق خليجي. برضو شغل الى حد ما حر، يعني انت كنت لسه كنت مرتبط لسه ببدا باتصالات برضو.
الفتره ولا اللي كنت سبتها؟ بدرس فيها وكنت شغال فيها الكلام ده كنت شغال مع اتصالات او كول سنتر، وفي نفس الوقت الحاجات دي كانت جانبيه كده، اللي حلو. هو بجرب بتعلم لحد اما تشوف هو الموضوع ممكن يوديك لحد فين. لا، والله جه لحد منه. ما خلصت الموضوع بشكل بروفيشنال كدراسه مم. بدات بقى ان انا لا لازم اسيب اتصالات وابدا اشتغل فيه في شركه، لحد ما لقيت شركه شغلتني، ومن هنا بدات بقى القصه، شركه في الثانيه في الثالثه لحد ما سافرت وهكذا. حلو جدا. طيب منتصر، اللي انت قلته ده معنى كده ان انت لسه ولا كنت مرتبط بشركه ولا مرتبط بمكان، ويعني لسه طالب، لسه بجيب المصروف، لسه الدنيا بتمشي. طيب الموضوع ده فضل مستمر معاك لحد امتى؟ لحد سنة تانية في الكلية، لما حسيت ان انا عاوز بقى افهم بقى الكارير ده. الكارير ده بقى كارير التصوير عامة هو واسع قوي، انت معاك قماشة واسعة قوي. انت ممكن تصور ويدنج، ممكن تصور مطاعم، ممكن تصور حفلات كبيرة، ممكن تصور اي حاجة، اشخاص، دكاترة. فانا كنتش عارف انا الاقي نفسي كنت ممكن اصور محتاج اروح صور في انهي حته؟ صور انا ما كنتش لسه ولا صور ولا فيديوهات، انا كنت لسه متشتت في كل الحاجات دي، انا مش عارف انا ايه، انا مش عارف انا المفروض اصور ايه بالظبط. لحد ما حسيت نفسي في الفيديوهات اكتر، اللي انا لا انا عاوز امنتج، انا عاوز اصور، عاوز افهم يعني ايه فريم، حلو جدا. حركه الكاميرا، الجيمبل بيستخدمه ازاي. كنت عاوز انا ادخل في الحته دي. وصورت اول حاجه، يعني من اول الحاجات اللي صورتها كان ويدنج، فيديو افراح. بس ما حبيتش، مجال واسع كبير الويدنج ده. بس ما حبيتش مجال الافراح، ما حبيتش حته الويدنج دي خالص. فضلت تصور في كذا نيش مختلف لحد ما ما لقيت اللي انا كل ده دي مش كنت عاجبني. لسه لوحدك از فريلانس انا كل ده برضه؟ فريلانس. حلو قوي. لحد ما حبيت بقى ادخل في حته الشركات، او انا عاوز افهم يعني ايه الشغل في شركه بيتعمل ازاي. اشتغلت في شركه ماركتنج في 2001 في 2022 او 21، في اخر 21 او 22، حلو. عشان افهم يعني ايه شركه الماركتنج يعني من جوه بتعمل ايه بالظبط؟ بتمشي ازاي، ايه المختلف عن اللي انا بعمله بطولي يعني؟ بالظبط. فانت بتشتغل في مؤسسه بقى، كل واحد مسؤول عن حاجه، وكل واحد بيسلم الشغل بتاعه لحد تاني بيكمل عليه. فهي انت سيركل كامله مع بعض. انا لوحدي كنت انا اللي بعمل، بصور، بمنتج، بنزل، رغم ان هي كانت شركه ماركتنج، يعني المفروض يبقى كل بوزيشن من دول في شخص. بس هو في ده حد. بالمسمى الحديث يعتبر الكونتنت كريشن، بالظبط. انت بتعمل كل حاجه لوحدك، هو ده بالظبط. الكونتنت كريتور اصلا بالظبط المسمى الحديث يعني. فبس في الاساس انا بأديت، بس يعني من كده ايوه يعني انا كل عارفك حاجه من بقى. الاول كفيديو اديتور. بعد كده بس الموضوع انا عامه انا بحب اكتب جدا، وبحب اعمل، بس كل ده ليا انا، بحب اعمل الحاجات دي ليا انا. يعني لو جيت لحد تاني او شخص تاني اقول لي اكتب له او اعمل له، ممكن ما تبقاش متحمس مش بنفس الحماس اللي انت هتعمله انا لنفسك. بحب انا اعمل اكتب لنفسي، بس انا بمنتج للناس كلها وبصور للناس كلها. ده حاجه كده هنجيلها، يعني ده هنتكلم بشكل اكبر عن موضوع بالظبط. الشركه والشركات كلها. أيوة. طيب احمد، انت فضلت كده لحد اما بدات ان انت برضو تخش شركات. ايوه طبعا الشركه مفيده، الشركه فعلا زي ما منتصر قال هي بتعلمك كذا حاجه، بطريقه الدنيا ماشيه ازاي، بتفهم ازاي البروسيس بتمشي في الشركه، يعني ايه تشتغل وسط تيم، يعني ايه تسلم تاسكات في اوقات معينه، ايه اصلا يعني ايه بروسيس شركه كشغل في كل حاجه. في عملاء انت بتشتغل معاهم فريلانس بيبقى الموضوع عشوائي شويه، بالظبط. انت مثلا 50 مره بيعدل عليك، الفلوس بتختلف عليها، ممكن تتفق على الفلوس بعد كده تشتغل تلاقي اللي هو يقول لك لا موضوع الفريلانس أقل. اعتقد مرهق قوي في الموضوع ده، مرهق في كل حاجه، في الاتفاقات، في الفلوس، في الشغل نفسه. العميل اصلا بيبقى انت شغال معاه فريلانس بيبقى هو عنده كونسبت اللي هو ايه، انت شغال لي وانت لوحدك فانا ههينك تعديلات، تعالى افشخك. في نفس الوقت انت لو طلبت مثلا مبلغ، انت هو بيبقى مفكر ان انت لا، المبلغ ده كله انت واخده في انت بطولك ليه تاخد ده كله، بالظبط. انت مش شركه. دي معاناه والله. فاهم؟ بس فلا الشركه بتفيدك طبعا وبتعلمك اسرع، يعني الشركه بتعلمك اسرع لان انت بتشتغل على حجم البروجكتات اكبر واكتر في فتره اقل وانت شغال فريلانس. طيب لما قررت ان انت تخش تشتغل في شركه، هل الموضوع كان في فرق كبير قوي؟ برضو الفريلانس فيه حريه في الوقت، في حريه في حاجات كتير. في ناس بتقدر لما بتوصل لليفل معين من شغلانتها هي بتقدر تختار العميل. انا دي نقطه انا بحسها اوقات كويسه جدا لناس كتير، بس حته ان انت تبقى موجود في شركه، ما حسيتش ان انت انا مفتقد حاجات كتير موجوده في الفريلانس؟ ولا امان الوظيفه وامان الشركه كان كفيل ان هو مش فكره امان وظيفي برضه الشركه. ايه اللي انت حسيته ان هو موجود في الشركه ده مش الشركه ميزه برضه، انا اقول لك الشركه في الاول وفي الاخر هي ميزه انك بتتعلم فيها اسرع، بتكبر فيها اسرع بكتير من الفريلانس. لو عوزت بعد كده تشتغل فريلانس بعد الشركه او تشتغل في شركه ثانيه هتعرف، لكن لو انت فريلانس بس وبتحاول تخش شركات هتلاقي كله يبص لك اللي هو انت كنت بتعمل حاجه او شغلك ده انت يعني ايه فريلانس، انا عايز خبره انك اشتغلت في شركه، مش انت عملت لي وانت فريلانس. بالفعل في عملاء كده بتفكر.
لا لو انت مثلا حجيت فتره معينه حبيت تسيب الفريلانس وتشتغل في شركه زي فول تايم هتحس ان الموضوع صعب، لكن لو انت شغال في شركه وعايز ترجع تنزل تشتغل فريلانس الموضوع بيبقى اسهل بكتير. مظبوط. فريلانس ما بيحتاجش، مش محتاج بروف ان انت عملت حاجه، يعني مش زي الشركات لا يقول لك انت انت والله. رحت عرضت الخدمه بتاعتك على العميل بالظبط. فخلاص هو شاف ان الشغل ده مناسب معاه فاتس اوكي تمام حلو تمام قوي. بالظبط كده، لكن مم. الشركات بيبقى الموضوع اصعب شويه ما تروح من فريلانس، وحته الامان الوظيفي اوكي. برضه تبقى حلوه ساعات يعني. يعني اوقات اوقات الصراحه بتبقى حلوه. تبقى حلوه على طول. طيب ايه اللي بقى انت بتقول اللي بتبقى حلوه على طول، ايه اللي انت حسيته ان هو لو انا موظف في شركه فرق عن ان انا فريلانس؟ برضو نفس السؤال بتاع احمد، يعني ايه برضو في حريه هنا مش موجوده هنا، في حاجات برضو في الفريلانس مش موجوده، وفي حاجات في الوظيفه مش موجوده. ايه اللي انت حبيته في مده بص، الوظيفه؟ في اول كاريرك او في اول انت عاوز تبدا في المجال الماركتنج عامه، ما تقولش انا هبدا فريلانس. انا موافقك جدا والله، ما موافقك تقولش جدا. انا مبدئيا هبدا. يعني موافقك انت جدا. لازم ترمي نفسك في شركه عشان حتى لو تتعلم. تشتغل ببلاش. بتعلمك كتير. بس تتعلم الشركه بالظبط. هي اسرع واسهل طريق ان هو يحطك على التراك بتاعك. انما انت ما تفردش عضلاتك وتقول لا انا هشتغل بقى فريلانس وانا هشتغل بطولي. انت فريلانس في زيك 1000، في زيك مليون، في كذا حد بينافسك. انت كشركه انت كده كده الشغل بيجيلك لحد عندك، فانت هتستفيد اسرع بالظبط. وهتعمل بورتفوليو اسهل. فاهمني؟ انما انت كفريلانس انت بتدور على العميل وبتقنع العميل ومفروض تاخد فلوس من العميل معاناة. وتهندل العميل. معاناه انت فعلا. كشركه انت بتعمل انت على دورك التاسك اللي مطلوب منك بالظبط. وخلاص. فانت ما ينفعش تبدا كاريرك بانك تعرف ان هشتغل فريلانس. طب انت عمرك هندلت عميل؟ طب انت عارف مثلا لو عميل قال لك لا انت ممكن تحبط. بالظبط. انت مش متعود ان حد يقول لك لا، ولازم تتعود ان حد يقول لك لا. ده الطبيعي. الطريق في الفريلانس بيبقى طويل، ده بيبقى طويل ثقه وصعب صعب جدا. ومش امان. بالظبط. حتى لو انت واصل لفين ممكن في ثانيه بالظبط. الدنيا تتشقلب فوق دماغك. فانا من رايي الشركه في بدايه حياتك بتكون اسهل لحد ما انت حتى تفهم انا دماغي ابقى موظف ولا دماغي ابقى فريلانس. ما هو مش اي حد برضو، معلش يا محمود، مش اي حد ممكن يبقى فريلانس. انما اي حد ممكن يبقى موظف عادي. احنا بنهندل المايند سيت على الشغل بتاعك. انما الفريلانس صعب جدا مش سهل. انا بشوف ان اي حد يلا يا جماعه انا اتعلمت مهاره، يلا يا جماعه انا عايز ابقى فريلانسر، اصل الفريلانسرز دول بيجيبوا فلوس بالدولار. يا جماعه لا، هو الكونسيبت ده اصلا مش موجود. يعني حته ان انت تبقى اتعلمت مهاره ويلا هوب 3 شهور هوب 6 شهور، حتى هي لو صدفت مع حد بس هي ما بتبقاش كيس عامه. يعني انا ما بشوفش ان هو يلا يا جماعه انا اتعلمت مهاره، ها الدولارات هو فين اصلا بقى؟ مش هيحس بصعوبه انه يلاقي عميل هو فريلانس لما يجرب. بالظبط. انت مش سهل لما بتشتغل فريلانس، مش سهل تلاقي عميل واثنين وثلاثه، الموضوع بيبقى صعب جدا. الموضوع صعب فعلا، دي انت حقيقه. انت ممكن 100 واحد يكلموك في الاخر تتفق مع واحد بس، دي عادي حقيقة. جدا. دي حقيقة. طيب دلوقتي احنا ما بقيناش بس في مجرد عصر السوشيال ميديا. دلوقتي احنا عندنا بقى الاي اي وعندنا صناعة المحتوى وعندنا الصلاة على النبي، يعني شوية حاجات. وعندنا هجاصين التيك توك. عندنا ايوه بالظبط، عندنا البلوجرز وعندنا مش عارف ايه، عندنا الموضوع كبير قوي. ولكن خلينا نتكلم في صناعة المحتوى مش هقول التعليمي بس، صناعة المحتوى الهادف، المحتوى النظيف. انا راجل مثلا بعمل محتوى عن التصوير او المونتاج او الماركتينج او عن صناعه المحتوى بشكل عام. هل ده ممكن يفيدني انا كفريلانس، او ممكن يفيدني ويديني فرص ان انا اخش شركات كويسه في السوق؟ يعني صناعه المحتوى دي ممكن تفرق معايا في ايه؟ ممكن توديني لفين؟ عامة صناعة المحتوى فيها وجهة يعني أكتر من وين إنك تستفيد منها. سواء بيرسونال إنك تعمل منها فلوس، لو أنت تصنع محتوى وصلت لدرجة معينة من الشهرة تبدأ تعمل أنت فلوس لوحدك، سواء إنك تشتغل في شركات تعمل كولابوريشنز مع مطاعم الكلام ده ما وأماكن. كانش موجود قبل كده. الكلام ده كانش موجود قبل كده طبيعي، بس أنت دخلت في فترة واحدة كده بقت الناس أي حد بينزل فيديو تيك توك بيطلع لايف شكرا، يلا انستجرام هنجيبه يعمل بتاع، اعلان. يلا نجيبه نعمل اعلان بالظبط يعني. بالظبط، دي حقيقة. ففي شويه عبث حصل الفتره دي يعني، فخلى الناس كلها تبص لصناعه المحتوى دي على انها كنز. وهي بالظبط. فعلا فيها فلوس، مش هنكذب، بس مش اي حد يقدر يوصل للفلوس دي فيها ويقدر يوصل للليفل ده ان هو يكسب منها ويتربح منها يعني. احنا هنسألك دلوقتي الفرق بين صناعة المحتوى في مصر واللي حاصل في مصر والسوق بتاعها في مصر وصناعة المحتوى في الإمارات. احنا هنيجي للسؤال ده، هنيجي له. منتصر، انت شايف صناعة المحتوى دي ممكن تفيدك انت ازاي، او ممكن تفيد اصحاب البيزنس ازاي؟ بص هقول لك حاجه. خلينا بس الاول نفصل بين صناعه المحتوى والبيرسونال براندنج. حلو قوي. يعني صناعه المحتوى حاجه، وانك تعمل بيرسونال براندنج لنفس حاجه ثانيه. يعني البيرسونال براندنج للشخص هو ممكن
هو ممكن يسرعك ويقربك للناس اسرع. يعني انت كصاحب مؤسسه او صاحب شركه، انت لو انت عندك بيرسونال براندنج لنفسك او عامل بيرسونال براندنج لنفسك قوي، انت بتبقى سابق بخطوه عن شخص عنده نفس الشركه بس ما عندوش بيرسونال براندنج. صناعه المحتوى حاجه انت بتكريت محتوى جديد خالص وتشتغل عليه، ملهاش علاقه بالبيرسونال براندنج. يعني اي حد يقدر يعمل. الدحيح مثلا، ما هو ده يعتبر صانع محتوى. احمد ابو زيد صانع محتوى. بس انت لو بقيت صانع محتوى مشهور كده، بقيت برضو بتعمل بيرسونال براندنج لنفسك بنفس بالحاجه الاسم دي بتاع بالظبط. صناع المحتوى. حلو قوي. بس الناس واخده صناعه المحتوى ان هي سهله، انا هعمل فيديوهات كتير وصناعه المحتوى معناها ان انت بتعمل الحاجه من A to Z. يعني انت اللي بتشرف، حتى لو مش بتعملها بايدك، بس تكون مشرف على الفكره، مشرف على التصوير، مشرف على المونتاج، مشرف على الاخراج، كل حاجه. كل حاجه عشان تبقى الحاجه دي اسمها صناعه محتوى. مش مجرد بعمل فيديو على التيك توك، او مش مجرد بعمل فيديو لا انا وانزله طلعت لايف على- كده، انا عملت بالظبط انا وبقيت بقيت صانع مشهور. محتوى بالظبط، او وبقيت بقيت مشهور. مشهور. فهي صناعه المحتوى حاجه اعمق من كده، حاجه اكبر، حاجه بتتعب فيها بشكل طيب، كبير. هل الفترة اللي جاية ممكن شركات الماركتينج يبقى ده جزء أساسي عندهم، إن هم مثلا يعني احنا بنشوف شركات السوشيال ميديا معظمها أو في السوق المصري بالذات هم عندهم باكجات. أنا عارف من وجهة نظري مثلا إن ده غلط. طيب، هل صناعة المحتوى دي ممكن يبقى ليها جزء أكبر بشكل كده، أكبر من دلوقتي قدام؟ يعني هل المفروض إن كل أصحاب البيزنس يتجهوا إن هم يعملوا محتوى ولا لأ؟ ايوه طبعا. اي صاحب بيزنس لازم يظهر بنفسه في البيزنس بتاعه. يعني أوكي. لازم يتكلم عن البيزنس بتاعه يعني. الناس خدماته برضو والبرودكت الناس اللي برضو بيبيعه. بتصدق اكتر لما آه. تشوف حد بيتكلم، بالظبط. صاحب بيزنس، صاحب مكان هو اللي بيتكلم وبيظهر، الناس بتصدق اكتر وبتريليت اكتر بتوصل مع أكتر. البيزنس. انا بؤمن بالحته دي جدا. ان طبيعي مهما اتطورت السوشيال ميديا الناس عايزه تشوف بني ادمين، عايزه مهما- ترتبط بالشخص نفسه. عايزه تشوف بني ادمين وتبقى بقى موظفين، صاحب بيزنس، لازم الموضوع يبقى ريليتد بالبني ادم نفسه عشان يبقى حتى فيه حته هيومن. الحته اللي احمد بيتكلم فيها دي كان في من 6 شهور اصلا، من سنه بالظبط، لما طلع فيديوهات الاي اي، اليو جي سي اي اي. مظبوط. انا كنت بقول للناس ان الفيديوهات دي مش هتكمل. يعني الفيديوهات اللي شخص بيطلع قدام الكاميرا وبيتكلم، هو وده اي اي مش شخص حقيقي. بالظبط. هو الناس كانت مبهوره بيها، بس هي كانت هتاخد الفتره بتاعتها الجروس بتاعها وبعد كده هتنزل. هي البوم وخلاص. هو مش الشخص، مش يعني هي تولز بس، بالظبط. فاهمني؟ انما هاتوا بقى مقارنه بشخص بيطلع هو صاحب البراند او شخص حقيقي هو اللي بيتكلم، كنت حاسس ان هي هتجيب اكتر، هتفيد مع الناس اكتر ما هي الاي اي. ده غير موضوع ان UGC. الاي اي برضه خلى الناس كلها تكتب سكريبتات وتكتب كونتنت بنفس بالظبط. الطريقه، نفس الواي. فحتى الكونتنت نفسه المكتوب، حتى لو بيقولوا بني ادم، بقى كله واخد نفس الروح، نفس الطريقه. الموضوع بقى ممل، حلو قوي. بقى مفيش فيه الحته بتاع الفيلينجز بتاعنا كبني ادمين، الانفعالات في الكلام وكده. الناس حتى يعني ما بتقدرش تعبر كويس، وبتاع السكريبت مكتوب بالاي اي. الاي اي برضه مهما كان هو متطور وبتاع، الموديلنج بتاعه برضه مش غبي، بس في فلو معين بيمشي عليه ما بيغيروش مهما حصل. اسطمبة او فلو، مش هقول اسطمبة بس هو فلو، هو ليه فلو معين في ترتيب الكلام والطريقه. هتحط له بقى بروجرامز يتعلم منها، تديله بيطبل لك برضه. انا فايلز، شايف ان يعني هتدي له فايلز. يعني الناس قالت كلود انت ممكن تعمله كاستمايزيشن وتدي له فايلز وتدي له سكيلز وبتاع، ستيل هيديك نفس النتيجه. هو فلو كتابه معين للاي اي. كلود افضلهم حاليا واحسنهم، بس برضه ما فيش حته الروح، حته الروح بتاع الكونتنت البشري ده. الموضوع مش محتاج يبقى سكريبتد، مش محتاج ان كل حاجه يبقى مجهز لها. السكريبت مطلوب، بس احنا مش بنقدم فيلم، مش بتعمل مسلسل. مش هنمشي على احداث وبتاع. انت بتقدم كونتنت، عايز تقدم برودكت وعايز تقدم حاجه، وانت صاحب الشركه او صاحب المكان او موظف عايز تتكلم عن حاجه بتحصل، فانت هتقول انت بوجهه نظرك. مش شرط انا وانت نتكلم نقول نفس الكلام، ما ينفعش يبقى سكريبت. بالظبط. بس فموضوع الاي اي على قد ما هو مفيد وبيساعد، على قد ما هو نقمه برضه. الناس بتستخدمه بطريقه زياده عن اللزوم. اوكي. طيب دلوقتي يا احمد، انت من بعد الشركه، عشان انا عارف احمد يا جماعه بقالنا سنين يعني، قررت ان انت تسيب السوق المصري وتروح سوق الامارات. ايه الفرق؟ هي ما كانتش تجربه سوق، على قد ما هو الواحد كان بيدور على فرص تانية بس، وتجربه جديده من الاخر، يروح الامارات ويشوف الدنيا ماشيه ازاي الوضع مختلف تماما يعني 100%. بس الشغل في الامارات اختلافه مش في حته فلوس بس، هو البوزيشن نفسه بيبقى مختلف، تكنيكال كل حاجه. الورك ريت نفسه بيبقى اعلى بكتير، انت تحتاج انك تشتغل اكتر، تعمل مجهود اكتر، دبل ايفورت اللي بتعمله هنا. الناس هناك يعني مش هقول، بس انت لو هتشتغل بمرتب مهما كان مرتب ايه، فانت هتشتغل بكل جنيه هتاخده حرفيا، هتتعب هتتفشخ. بالظبط. ايوه دي حقيقه. فالموضوع مش السوق سهل. المصري عندنا برضو فيه شويه دلع.
انت في الاول وفي الاخر انت في بلدك برضو، معلش انت بتبقى شغال في بلدك برضو، قاعد هنا وسط اهلك، انت ما انتش مضطر تبقى متمسك بالشغل. ماشي النهارده مم. لو حد قال لي كلمه وحشه انا هسيب الشغل وامشي عادي، انا اقعد في بيتنا. بيحصل دي رفاهيه. دي رفاهيه، دي رفاهية رفاهيه. يا صاحبي. بس تخيل بقى رفاهيه شايف منك وانت مغترب هتقعد فين يعني؟ ايوه لا الوضع بيبقى اصعب الصراحه. يعني اسيب الشغل وامشي. مش معنى كده انك تقبل اي حاجه تتقال لك، بس ستيل اللي هو ايه، انت بتبقى مضغوط، بيبقى عليك ضغط زياده او لود زياده غير اللي هنا. مظبوط. محتاج انك تدي دبل ايفورت عشان ما يتقالش ان ده مقصر فانا همشيه. انت هتقعد من غير شغل مثلا او حاجه، لو انت مثلا رايح تشتغل على في شركه اكيد او مش هتقدر موظف. برضو ان انت لو شغال هناك فريلانس، لا الفريلانس هناك طبعا احسن. الفرص اكتر، الامارات فيها ايفنتات اكتر طول السنه وفيها اكتيفيتيز كتير، بالذات الفتره بتاع الشتاء اللي هي من اول شهر 11. فانت دايما هتلاقي لو انت شغال فريلانس هتلاقي دايما شغلانه واثنين وثلاثه كذا بروجكت بتشتغل عليهم، وكل حاجه بقى سواء كونتنت كريشن، ميديا باينج، اي حاجه هتلاقي شغل. وفي مجالات هناك طبعا كبيره وفيها شغل كتير زي الميديكال وزي ريل استيت، دول برضو فيهم شغل كتير. فهو الموضوع مختلف. بس لازالت الفرص هناك برضو مفتوحه بس مش سريعه. يعني مش انا هسافر النهارده بكره انا هشتغل، ده رزق مالهاش علاقه يعني. انت ممكن تسافر تلاقي أوكي. شغل فعلا، وممكن تسافر ما تلاقيش، لو قعدت شهرين ثلاثه عادي يعني. مم. ما لهاش مقياس، ما لهاش حاجه تقيس عليها، مش ستاندرد. حلو. طيب منتصر، قلنا ان انت اشتغلت فريلانس، اشتغلت موظف، ودلوقتي الحمد لله انت صاحب شركه ماركتنج. قول لي كده ايه الفرق او ايه الهيدك اللي بين صاحب الشركه والموظف والفريلانس يعني؟ بص إيه اللي الأول فرق؟ برضه هي مش شركه ماركتنج، هي لسه شركه ماركتنج صغيره كده. باذن الله بكره تبقى قد لسه على كده. قدها، لسه حته صغيره كده. بص هقول لك حاجه، انا لما كنت شغال في شركه وكنت موظف، كنت ببص للمدير، انت عامل حوارات ليه؟ انت عامل ايه؟ ماشي ليه؟ الموضوع مش مستاهل. بالظبط. فاهم؟ فبعدها مثلا باول ما فتحت الشركه انا اللي عملت ده. لا حسيت فعلا ان الموضوع مش سهل خالص. بالظبط. الموضوع صعب جدا. الموضوع صعب كان لو انت كصاحب شركه، يعني انت بتعمل كل حاجه، بتعمل الكبيره والصغيره، انت مسؤول عن كل حاجه، مفيش حد يشيل عنك. في الاول وفي الاخر لو عامل موظفين هم عادي مسؤولين منك. صباح لا هم عادي، مش يعني مش هيبقى قلبهم على الشغل. مش كل بالظبط. الناس برضه هو لو الشركه قفلت النهارده يروح يلاقي شغل في حته ثانيه. عادي هيشتغلوا في حته ثانيه. صح. بس هم انا مش بلومهم، هم طبيعي كل الموظفين عادي مش ممكن ما يبقاش قلبهم على الشغل، هو مش شغلي، فاهم؟ انا باخد مظبوط. مرتب اخر الشهر وخلاص. فانت لازم تبقى فوكسد على كل حاجه في الشركه حرفيا. العملاء تهندل، العملاء تهندل، موظفين لو موظف متضايق ليه؟ ما هو متضايق ياثر على الشغل، فياثر على الشغل، العملاء هيقرفوني. بالظبط. فاهم؟ انت بقى لما تكون، لو ارجع بقى فلاش باك ورا، موظف انا اللي كنت بعمل كده يعني، انا اللي كان حتى لو مش بعمل، انا قاعد على مكتبي باخد التاسكات عادي، تعديل مش 2 فارق 3 لي. 4 هعدل، خد حاجه. هو موظف برضه مهما كان يعني ايه، مش هتقول بقى قلبه، هو قلبه على الشغل ويخلص شغله باكمل وجه. ايوه بس هو الشركه نفسها هو بيعمل اللي عليه، بس مش عايز يدي بالظبط. مثلا اللي هو ايه، والله الشركه هتقفل بكره ولا لا خلاص عادي يعني قشطه. ايوه ما حدش فارق معاك. دايما بقولها برضو، انت لو عاوز الموظف اللي معاك يبقى قلبه على الشغل، هاته عينه كشريك، قعدوا جنبك انت. هعين مين ولا مين بقى؟ بالظبط. فيبقى انت بقى ايه، يبقى قلبك على يبقى انت لازم صاحب تفهم شركة، ده. لازم تكون قلبك على الشغل بتاعك وتدي ده للموظفين. مم. ما تبقاش خلاص انت تذكر الموظف، فالموظف ده خلاص هيطلعوا طبعا ده غير بقى تخطيط للمستقبل، بالظبط. وانا بتعامل مع فانت تبقى مسؤول. انت بكلمك ستارت اب، ستارت اب لازم تكون ايدك في كل التفاصيل. انت لو طلعت بقى ليفل شويه خلاص الدنيا ريحت معاك، لازم تسلم شغلك لحد تاني، وانت تبدا تسكيل، تبدا تكبر الشركه، تشوف عملاء اكتر. انت مش مهمتك كمدير او مهمتك كسي او انك تحل المشاكل. انت المفروض اللي هيجيلك بمشكله يجيلك بالحل بتاعها معاها. بس انت في البدايه انت بقى بتعمل كل حاجه. مظبوط. فلو انت مش اي حد هيفتح شركه هينجح، مش اي حد هيشتغل فريلانس هينجح. فيعني كانت نسبه باين نازله ان 60% من اصحاب البيزنس بيقع بعد سنه او نجاح سهل يا صاحبي، صعب صعب الصراحه. والله. فالناس ما تفتكرش ان هو انا خلاص هعمل المشروع بتاعي وهينجح. ده 60% من اي مشروع بيتفتح هو بيقفل بعدها بسنه او سنتين. فلازم تدرس الحاجه اللي انت بتعملها كويس، لازم تدرس مش اي حد برضه بيقدر يستحمل الهيدك والضغط بتاع ان انا ابقى مسؤول عن ناس وعن مكان بالظبط. بس انا في الاول وفي الاخر ما اقدرش اقول لحد ما تجربش، لا طبعا تجرب، بس تكون حاسبها. يعني انا بجرب وانا عندي 25 سنه، يعني هحط سنه تاني عن خيشت، ابدا من الاول تاني عادي. مظبوط. وحاجه برضو مهمه الاستمراريه، يعني اي حاجه لازم تبداها لازم تعتمد على الاستمراريه.
ما ينفعش ما تستمرش في الحاجه اللي انت اللي بتعملها. ما يقول لك شغف وكلام فاضي وعبط، ده مش آه، نافع. لا، المسؤوليات اقوى من الشغف والله. اي حد يقول لك شغف يبقى هو اللي بيصرف عليه. بالظبط، دي حقيقة. والله مش اصحى الصبح يا جماعه في الشغف والله النهارده مش هشتغل. لك الشغف هياكلك ويشربك. فانا بقول الحاجه دي على يعني اتهرست فيها جامد أكيد، يعني. أكيد. يعني بقى لي 6 سنين اشتغلت في كل الحاجات دي وخبطت في كل الحاجات دي، ولسه يعني يعتبر لسه ببدا، لسه ما عملتش اي حاجه قدامنا أصلاً. المشوار ما عملتش أي لسه حاجة. بنحاول والله. فهو الموضوع مش سهل، الموضوع صعب، بس الحمد لله يعني خير. طب عايزين تقولوا حاجه ثانيه لا خلاص الحمد لله انا كده زي الفل. تمام مرضيه؟ كمرت فين؟ كمرت فين؟ طيب والله يا جماعه انا يعني كنا مبسوطين النهارده. الحلقه دي ما كانتش معمول حسابها، بس احنا كنا قاعدين كده حابين ان احنا نطلع نتكلم شويه وندردش شويه. فشكرا. ولو اي حد استفاد من اي حاجه اتقالت في الحلقه دي، دي يجي حاجه يشتغل معانا. راجعه لاحمد ومنتصر. الاراء دي كلها من وجهه نظرنا احنا الشخصيه، ما تنطبقش على اي حد اي طبعا. حد هيشتم، اي حد بالظبط عنده عارف انت الكومنتات بتاعتك جبتوا من الحاجات دي منين؟ بالظبط. انتوا مين يا ابني؟ مين دول؟ فشكرا، وان شاء الله لو لينا عمر نتقابل في فيديو تاني. مع السلامه.